اول واحد في المنطقه بيروح ستيم. فبدأت في مدرسة أو مدارس كانت حكومية عادية خالص، يعني أقرب مدرسة بتروحها زي معظم الناس. هل انت كنت حاطط في دماغك انا داخل ستيم علشان انا عارف ان انا هاخد منحه؟ ستيم من أحسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي، إن ما كانتش الحاجة اللي يعني نقطة بداية تغير المسار. نقط التقديم وقلنا كان فيه، قلت ستاندرلايز تيست، قلت ايلتس، توفل، قلت ابلكيشنز، ايه الكلام ده كله؟ ممكن ترتبها كده بالراحه لشخص عايز يفهم ايه يعني ايه يقدم لجامعه امريكيه. التقديم فيه متطلبات ممكن يعني نعددها. لا، تالتة اعدادي اي خطوه قدام هتفرق معاك. تالتة اعدادي عايز تقدم بره، عايز تخش ستيم، عايز حتى تقدم في مدارس حلوه في مصر في ثانوي، تالتة اعدادي مهمه. يعني من تالتة اعدادي الميشن بتبدا. ليه لو انت تقدر تاخد تروح فرصة احسن او مكان احسن او تاخد فرصة اقوى، ليه ما تعملهاش؟